دي استرا جي 2016 فكت موتور. كل ده ليه؟ عشان خاطر العميل بتاعها كان بيحط زيت مضروب، فبالتالي طبعا حصل مشكله عنده في الشمايز وحصل عنده تآكل في الشمايز بتاعت العربيه، وبالتالي بقى عنده نوع من انواع الاستهلاك الزيت. دايما بيشتكي ان عنده تسقيفه، دايما بيشتكي ان هو عنده دفعه زيت بتطلع مره واحده. بالكشف طبعا اتبين لنا ان احنا عندنا مشكله في 2 سلندر فيهم تآكل زيت. طبعا فورنا المكنه ومعانا لوستا ليبيا ما شاء الله، فورنا مكانتها واشتغلنا عليها وعملنا لها طقم شميز، ولوستا ليبيا بقى هيقول لنا عمل ايه في المكنه دي. ايه القصه مع المكنه دي يا استاذ ليبيا؟ العربيه دي كان جايه لي سلندرين بياكلوا زيت، تمام، سلندر 4 وسلندر 1. تمام. حلينا لقينا منظر الشمايز كان رقم 4 دوت كان متعور. تمام سليم. تمام. بعتنا له الخراط وجاب والحمد لله. احنا الحمد لله بنعمل السلندرات او الشمايز بتاعتنا بنرجع ستاندر على طول، صح كده؟ كلها ستاندرات. كل شغلنا احنا شغالين هنا في المستشفى، كل شغلنا في الشميز ستاندر، فاحنا ما بنرجعش نخرط 0.20 او 0.10 في الشمايز بالذات. بنشتغل كل شغلنا هنا في الغرفه ستاندر عشان ما ناثرش على الكومبريشن ريشيو بتاع الغرفه، وبالتالي يبتدي الموتور عندنا يحصل فيه نوع من انواع عدم الانتظام. ايه كمان؟ خدنا طبعا كل خلاصاتنا، تمام، على كل حاجه. تمام. كان مطلوب معانا في سكتنا. ده الاساسي بتاعنا احنا في المستشفى دايما يا جماعه. احنا في المستشفى بنعمل صيانه كامله، واحنا بنحل الموتور لازم نغير معانا طبب ولازم نغير معانا جوانات والسلات طالما احنا حلينا الجزء السفلي من المحرك. فدايما احنا بنعمل صيانه اساسيه كامله وشامله للجزء ده بكل حاجه فيه. تمام يا استاذ ليبيا، قول لي بقى اخبار السبايك بتاعتها ايه؟ السبايك الحمد لله تمام وكل حاجه برضو زي ما هي ستاندرات. تمام زي ما انتم شايفين كده النظافه، ولوستا ليبيا ما شاء الله عليه في موضوع النظافه ده ما بيتوصاش خالص. من انظف الشغل اللي ممكن تاخده من المستشفى بصراحه مع لوستا ليبيا. طبعا كل الرجاله بتاعتنا ما شاء الله عليهم، كل الشباب عندنا بتاخد من وراهم احلى شغل، لكن لوستا ليبيا شويه بيهتم شويه قوي بالموضوع النظافه ده حبتين ثلاثه يعني. زي ما انت شايف كده السبيكه بتاعتها ستاندرد وما شاء الله سبيكتها كويسه جدا ما فيهاش مشاكل، لكن كل الازمه بتاعته كانت في الشميز. والحمد لله رب العالمين العربيه ان شاء الله ترجع تحط المواصفه اللي هي ال5W30 تاني، كأن العربيه دي راجعه زيرو من اول وجديد تاني، كأن انت رجعت المحرك ده لحاله المصنع. مش عايزين نقول ان هو حاله المصنع بنسبه 100%، ولكن رجعنا المحرك ده للحاله يعتبر الاصليه اللي جات عليها العربيه دي في حاله الزيرو. دي مستشفى الاوبل، وانا المهندس احمد عز، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. باي باي.